اهلا وسهلا كابتن ماجد، يا أهلا سعداء وسهلا. كثيرا بتواجدك في مكة. الله تسعد ايامكم، الله يبارك اليوم فيك. امس كنت متواجد في مكة المكرمة في بطولة الكابتن محمد نور، واليوم في هذه المناسبة الغالية علينا، شعورك وانت اليوم تشاركنا هذه اللحظات؟ والله اول شيء انا احب المشاركه حلوه، خصوصا جت من عند محمد نور. بالعكس احنا اي شيء يطلبه منا احنا نجي، احنا اول شيء كاصحاب وكاصدقاء يعني. لكن مشاركتي اليوم انا هنا بالعكس انا سعيد فيها. في ناس يمكن ما شفناهم، ففرصة احنا جميل. نشوفهم هنا. اليوم امس مكة كلها تتحدث عن تواجد اسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد احمد عبد الله، وان كانت الزيارة خفيفة لكن تركت اثر رائع. هذا شيء جميل، هذا شيء جميل. لله. لانك انت كرياضي مو هو بالمهم انك كنت كويس ولا ما كنت كويس، هل انت تركت اثر او لا؟ نعم. هذا هي الاهم. انا بعد 40 سنة نعم. والناس ما زالت الحمد لله تذكر، هذا معناته اني انا عملت بصمة، وانت نجم الحمد لله. وتركت بصمة بالفعل. لكن اليوم ايش هي رسالتك للوسط الرياضي ككل، صغارا كانوا او كبارا، في ظل الدعم الكبير والتطور اللي نشاهده في المملكة اليوم رياضيا؟ الحمد لله التطور زي ممتاز، لكن انا اللي يهمني اللاعبين. نعم. سواء الصغار، الناشئين، شباب، اعمل يعني اعطي احسن ما عندك. جميل. ايه. المشكله ما هي في اول نقطه، إيه. انه ممكن انت مثلا في الاول نقطه ما تكون ما ظهرت. نعم. ايه. لكن في الاستمرارية، الاستمراريه. نعم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه حتوصل. نعم. ان شاء الله. سعداء كثيرا بتواجدك، شاكرين لك تحت الفرصة. يعطيك شكرا الله العافية. يسلمك. شكرا لك.